الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، وكان أبو جهل وأصحابه جلوس، فقال بعضهم لبعض: أيكم يأتي بسلا جزور بني فلان فيطرحه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأتى به، فانتظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم، فطرحه على ظهره بين كتفيه. قال ابن مسعود: وأنا أنظر ولا أغني عنه شيئا لو كان لي منعه. فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فطرحته عن ظهره، ثم رفع صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: اللهم عليك بقريش 3 مرات. فشق ذلك عليهم أن دعا عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم سماهم بأسمائهم، فقال: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة ابن ربيعة، اللهم عليك بشيبة ابن ربيعة، وعدد 7 من صناديد الكفر. قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده لقد رأيت من عد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل في قليب بدر. الحديث رواه البخاري في صحيحه، وفيه فوائد عظيمة. وقبل أن نذكر هذه الفوائد نتعرف على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجم لها الذهبي في سير أعلام النبلاء، وابن الجوزي في صفة الصفوة. قال الذهبي في السير رحمه الله تعالى: قال فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة النساء زمانها، البضعة النبوية والجهة المصطفوية، أم أبيها، هكذا تكنى أم أبيها بنت سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصغر بناته وأم الحسنين. تزوجها علي رضي الله عنه بعد وقعة بدر، وكان صلى الله عليه وسلم يحبها ويكرمها. قال الذهبي: وكانت امرأة دينة صابرة قانعة صينة شاكرة لله عز وجل. غضب لها صلى الله عليه وسلم لما هم أبو الحسن بما رآه سائغا عنده أن يتزوج
أو أن يخطب بابنة أبي جهل، فقال عليه الصلاة والسلام: لا والله لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله، وإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. رواه البخاري ومسلم. فماذا كان من علي رضي الله عنه؟ فترك الخطبة وراعى حق فاطمة، فلم يتزوج عليها في حياتها ولا تسرى عليها في حياتها. والتسري بمعنى أن الرجل يكون له إماء ويقال لها سرية، يطاعها كما يطاع الرجل زوجته بملك اليمين. فعلي بعد ذلك راعى أمر فاطمة فلم يتزوج عليها في حياتها ولا تسرى عليها، إلا بعدما ماتت تزوج وتسرى. وعن علي رضي الله عنه قال: اشتكت فاطمة من طحن الرحى في يدها، وسمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إليه السبي. السبي هم الأسرى، إن كانوا من الصغار والنساء يقال لهم سبي. فاطمة ذهبت لتأخذ خادما لتعان في أمور طحن الرحى، فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت عائشة فأخبرتها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فذهب إليها. قال علي: فدخل علينا ونحن قد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا لنقوم، فقال: مكانكما، وقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري، فقال لهما عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمكما خيرا مما سألتما؟ أن تكبرا لله 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33، فذلكم خير لكم من خادم. الحديث رواه مسلم في صحيحه. انظر فيه أن هذا الذكر والتسبيح قبل النوم مما يعان به العبد على أمور الدنيا والآخرة، فإن هذا خير لكما من الخادم. فالتزم علي هذا الأمر فلم يترك هذا الأمر وهذه السنة، حتى قالوا له: لم تتركه حتى يوم صفين، يعني في معركة صفين عندما تقاتل علي وأهل الشام في تلك الظروف الحالكة، لم ينسى علي هذه السنة وهذه الوصية، فلم يتركها حتى في ليلة صفين. فنعم عباد الله، وهكذا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لها فضائل كثيرة وغزيرة إلى جانب ما ذكر. فمن ذلك ما جاء عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، من أغضبها فقد أغضبني، من أغضبها فقد أغضبني. رواه مسلم في صحيحه. ومن فضائلها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت علينا فاطمة تمشي لا تخطئ مشيتها
مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخلت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي، وأجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت. قالت عائشة: يسر إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فتبكين. ثم أسرها بحديث آخر فضحكت. قالت عائشة: ما رأيت مثل اليوم فرحا أقرب من حزن. فقلت لها: أخبريني. قالت: والله ما كنت لأبشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قلت لها: فأخبريني. قالت: نعم. فأما الأمر الأول أنه أسر إلي فقال لي: إن جبريل كان يأتيني في العام مرة يعارضني القرآن، يعني مدارسة للقرآن، وإنه هذا العام قد عارضني القرآن مرتين، ولا أرى ذلك إلا حضور أجلي، وإنك يا فاطمة أول أهل بيتي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك، ونعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت، ثم سارني فقال لي: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. رواه البخاري ومسلم. ومن هذه الفضائل ما جاء عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة بالكساء، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أنت على خير. الحديث رواه الترمذي في سننه وصححه الألباني رحمة الله على الجميع. فنعم عباد الله، توفيت فاطمة رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ب6 أشهر، وقد زارها أبو بكر في مرضها الذي مرضت فيه، فاستأذن عليها فقال علي: يا فاطمة، أبو بكر يستأذن. قالت له: أترضى له بالدخول؟ قال: نعم. قالت: فليدخل. قال الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة فاطمة، قال: عملت بالسنة، ذلك أن السنة أن المرأة لا تأذن برجل يدخل بيت زوجها إلا بعد إذنه. قال: فعملت بالسنة، فدخل أبو بكر وجعل يترضاها رضي الله عنهما أجمعين. ذلك أنه قد حصلت بين أبي بكر وفاطمة بعد موت النبي شيء من الخصومة في أمر الميراث، فأتت فاطمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه الميراث، وهي أرض فدك التي أوتيها عليه الصلاة والسلام.
فقال لها أبو بكر: ليس لك ميراث، الأنبياء لا يورثون ما تركوه صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام. فأخذت في نفسها ولم تعلم هذه السنة التي علمها أبو بكر، فانصرفت. ثم لما مرضت زارها كما سمعت أبو بكر وجعل يترضاها حتى رضيت رضي الله عنها. ومن ذلك ما قال الشعبي وذكره أهل السير أن أبا بكر جعل يقول لها: يا فاطمة، ما تركنا الديار ولا تركنا الأموال ولا تركنا العشيرة ولا تركنا الأهل إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله ومرضاتكم أهل البيت، حتى رضيت بعد ذلك ثم انصرف رضي الله عنه وأرضاه. فنعم عباد الله، هذا الحديث الذي سمعنا وهو حديث ابن مسعود وفيه فضيلة عظيمة لفاطمة. ابن مسعود يقول: وأنا أنظر ولا أغني عن ذلك شيئا ولو كان لي منعه. ذلك أن ابن مسعود هذلي من هذيل، ليس له عشيرة في مكة لكنه له أحلاف، لكن جميع من هم أحلاف لقبيلته على الكفر. لذلك قال: لا أغني عنه شيئا لو كانت لي منعه. فلما حصل من كفار قريش أن وضعوا سلى الجزور، وسلى الجزور هو ما يعني يخرج مع الولادة للناقة من تلك الأمور والأوساخ. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي ساجدا وعلى رأسه سلى الجزور حتى جاءت فاطمة. قال ابن حجر: وكانت جارية صغيرة تسعى فجاءت وأبعدت ذلك عن أبيها وشتمت رجالات قريش وصناديد الكفر. قال ابن حجر: مما يدلنا على قوة نفسها رضي الله عنها وأرضاها. وفيه كذلك من الفوائد ما ناله عليه الصلاة والسلام من الإيذاء في أمر وأول الدعوة، فإنه عليه الصلاة والسلام أوذي كما رأيت، يفعلون ذلك ويتضاحكون فيما بينهم. وهكذا كما قد مر بنا في ترجمة الصديق أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي عند البيت، فجاءه عقبة ابن أبي معيط أو غيره وخنقه بثوبه، والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي، حتى جاء أبو بكر الصديق وجعل يدفعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يبكي ويقول لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ حتى اندفعوا عن رسول الله ثم أقبلوا على أبي بكر. فنعم عباد الله، وهكذا من مصابرة فاطمة وجهادها كذلك أنها عالجت وداوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما أصيب بتلك الجراحات في وجهه، فجعلت رضي الله عنها تغسل الدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.